مثلا ثقافة الإسقاط، هذه ثقافة شائعة عندنا، ثقافة شائعة. يعني المثقف ممكن يكون يقدم نفعا للأمة الإسلامية ل50 سنة ثم يخطئ خطأ واحد إسقاط، لا أصلا طاح من عيني، أصلا من يوم قال الكلمة ذيك طاح من عيني. في شيء اسمه الحق في الخطأ، أنا كإنسان لي حق في الخطأ، والخطأ جزء من هويتي كإنسان، لا يمكن تسلبني هذا الحق. لي حق أني أخطئ في المعرفة، ولي حق أني أخطئ في الممارسة، ولي حق أني أخطئ في آرائي، وليس لك الحق أن تسلبني وصفي مهما كان هذا الوصف لأجل أني وقعت في خطأ. لكن اليوم عندنا ثقافة الإسقاط، ثقافة امتياز. اليوم أنت لا يمكن أنك تحكم على إنسان عالم مثقف باحث بناء على رأي، رأيين، 3، 4. له حق في، لابد أنا بما أني أمارس العمل، بما أني أعمل لابد أن أخطئ، بما أنني أفكر لابد أن أخطئ. لكن المجتمع اليوم لدينا هو محرقة، لذلك المثقفون يخافون من الكلام، لذلك المسؤول يخاف من الفعل. تجد عندنا مسؤول من أول ما تعين إلى أن عزل هو ما قدم أي إنجاز، خايف أنه يتحرك ويخطئ وينتقده المجتمع.